جدع كده، مجرة جدعنة، كوكب جدعنة، ده انت اجدع من السقا يا اخي. الراجل يعمل ايه تاني ولا يثبت ايه تاني؟ الراجل يثبت ايه تاني لفينيسيوس جونيور والجود بلينجهام والرودريجو والناس دي ان هو صاحب النادي؟ الراجل يثبت ايه تاني ويقدم ايه تاني؟ ابن فايزه النهارده الكليان ابن حمدان بيبصم بهدفين واسيست في مرمى اتلتيك بلباو، ويرجع ريال مدريد تاني لسباق الصداره والشغل الحلو ده، والراجل بيجيب لك فورمه من الاخر اهو. الراجل فورمه كره ذهبيه وفورمه بالون دور يا جدعان. الراجل مش محتاجين كلام تاني ولا كلام كتير يتقال عليه. الراجل ده يسال كل تطبيله وكل حاجه هتتقال عليه، كل تطبيله وكل تعريضه هتتقال عليه من الاخر. الراجل يستاهل كل حاجه. الراجل هو اللي شايل لك ريال مدريد بالرغم من المشاكل والحوارات والدوشه اللي في ريال مدريد. الراجل شايل لك ريال مدريد على كتفه واخد لك الفريق وماشي بيه. الراجل ده حتى لو الريال دي ما خدتش بطولات الراجل ده يستاهل بالون دور. وهات لعيب اي لعيب في العالم كله حاليا دلوقتي يبقى في ربع مستوى مبابي ويستاهل بالون دور زي مبابي دلوقتي. مفيش، مش هتلاقي لعيب في نفس مستوى مبابي. وهتقول لنا بنطبله بتاع بنطبله يعني، وهو يستاهل كل تطبيل يتطبل له. الراجل دلوقتي هو بيثبت لفلورنتينو بيريز ان هو احسن لعيب في العالم وان هو فعلا صاحب النادي وهو اللي هيتبني عليه كل حاجه جايه. كيليان امبابي يا جدعان هو نمبر واحد دلوقتي. تيجي تفكر مثلا مين اقرب لاعب ليه، مش هتلاقي. مفيش لعيب شايل الفرقه زي ما هو شايلها. في ليله انتصار ريال مدريد كيليان امبابي بيسحق اتلتيك بلباو وبينهيهم خالص، والراجل بجولين كده بيفكرنا بكريستيانو ايام كريستيانو والحلوات بتاعته، والراجل بينهي على اتلتيك بلباو. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده. يلا بينا نبدا، متنساش اللايك والاشتراك. يلا بينا. الحقيقه لو هنبدا بماتش ريال مدريد واتلتيك بلباو النهارده، فالماتش الحقيقه كان فيه حاجات ايجابيات كتير حلوه في الفريق وفي نفس الوقت فيه سلبيات، بس انا متاكد ان هي غصبا عن تشافي الونسو. هنبدا بصراحه بالجون كده كورتوا. الراجل وحش النهارده يا جدعان. كورتوا النهارده يا جدعان عمل ماتش عظيم وشال كام كره صعبه جدا جدا جدا، وبيثبت للعالم ان هو كمان سنه سنتين بس كورتوا في الليفل ده هنبدا نتكلم في ان هو احسن حارس من احسن حراس في التاريخ، وهيتصنف يبقى كام. يعني مثلا انا احطه مكان بوفون ولا نحطه تحت نوير ولا مثلا فوق شمايكل كده. خلاص كورتوا كمان موسمين بالظبط هو هيتحط في الخانه دي. هو خلاص عدى خانه ان هو احسن لعيب من احسن حراس العالم. هو خلاص عدى الخانه دي كورتوا دلوقتي خلاص، وهيبدا يتصنف بقى ان هو من احسن حراس التاريخ. انت ترتيبك كام؟ انت شايف رقم كام؟ انت شايف رقم كام؟ الراجل خلاص اعجاز يا جماعه. الراجل سواء الفريق كسبان او خسران الراجل شايل الفريق دايما كده. فكورتوا كده هو حراس المرمى. نيجي لخط الدفاع بقى. والخط الدفاع الحقيقه هو ده اللي احنا نفسنا فيه وده اللي احنا نفسنا نشوفه من خط الدفاع. ارنولد على اليمين. الراجل النهارده بتشباه حلوه قوي لمبابي، عرضيه مبابي قام اداها بالراس لكامافينجا، جون تيكي تاكا كده، جون كان رايق وجون من الاخر الحقيقه. عندك على الشمال كاريراس. الراجل دفاعي وراجل محترم وماسك نفسه والدنيا تمام. قلبين الدفاع ميليتاو جنب روديجير بس لو كان مكانه هويسن كانت هتبقى فاهم اللي هي الحلويات حلوه قوي، حته الكريس كده، بس ماشي علينا. روديجير برده كان عامل ماتش حلو. نيجي بقى لنص الملعب. وهو كان النهارده تشافي الونسو بيلعب خطه 4-4-2، 4 في نص الملعب. الراجل بيلعب بكامافينجا وتشاوميني وبيلينجهام وفالفيردي. حلو الكلام. بس انا عن نفسي انا مش عجباني حته 4-4-2 دي يا عم، علشان خاطر انت تلعب لي بيلينجهام الحته اللي هو بيحبها في مركز 10. ما انت ما تقتليش لعيبه. انت كفايه انك قاتل رودريجو وكفايه انك قاتل ماستانتونو. وبالمناسبه رودريجو ريال مدريد طلعت خلاص ان هو طلعت بان ان هم منفتحين على اي عرض يجي للاعب وخلاص. هو اللعيب بنسبه كبيره مش هيكمل. وبصراحه يعني حرام موهبه زي دي تضيع وتدفن في الحوارات اللي بتحصل دي. هو الاحسن له فعلا ان هو يمشي. بس نيجي لبيلينجهام. الراجل بيلعب في مركز 10 النهارده يا جماعه. في فرق يعني. برضه جولر هو اللي هيبقى شايل الدنيا دي احسن منه. هو اللي هيبقى شايل الدنيا وزائق الفريق وهيبقى بيحرك فينيسيوس وبيلينجهام كمان وامبابي كمان. انما بيلينجهام هو برضه عايز يلعب نفسه، عايز يجيب الجون، عايز يجيب السوكسي ويطلع لك في الاخر يعمل لك كده. هو عايز كل هدفه في الحياه ان هو عايز يعمل كده وياخد السوكسي. فليه؟ يعني دي بالنسبه لي السلبيه. انا ما حبيتش كده. فالفيردي الحقيقه الراجل كان بيغطي على ارنولد ده النهارده وكان عامل ماتش حلو. كافينجا طبعا وتشاوميني الاتنين مع بعض بيبقوا عاملين ماتش حلو. بس هو في ماتش انت برضو كنت بتحاول تامن دفاعك فالحمد لله حلو. نيجي بقى لحته الهجوم. فينيسيوس الراجل خطير 10 من 10. وعجبني اللقطه اللي هو طالع قام حضن تشافي الونسو وبتاع واحنا اخوات يا جماعه وحبايب وبتاع، والدنيا حلوه الحقيقه وعدت على خير.
ومبابي كده كده يعني مفيش كلام عليه، ابن النادي. نيجي بقى يعني حته ايه، انا لو عليا عايزك تلعب 4-3-3، العب بمستنطونو، الواد اللي اتدفن حرفيا. مستنطونو ده بيفكرني بلعيبه زي مين؟ زي انخيل دي ماريا كده، اللي هو اللعيب مش فارق له حاجه، المهم اللعيب ده بيلعب لمصلحه الفريق وبس. لعب اللعيب ده، الواد مات خالص واتدفن والله العظيم، يعني كفايه اندريك بس. لعب يا عم مستنطونو، وكان يبقى تحتهم جولر كده يا جماعه، كانت هتبقى حلوه قوي. بس الحقيقه ريال مدريد كلها على بعضها عملت ماتش حلو النهارده ويستحقوا الفوز. ويا رب كده في تقدم، وهي يعني شمت نفس كده شويه بعد التخبطات اللي حصلت الفتره الاخيره دي، والفرقه بتقف على رجليها واحده واحده. ومبابي لو كمل فعلا بالفورمه دي، حتى لو الفرقه ما كسبتش اي حاجه، مبابي هتلاقيه في اخر الموسم شايل لك. بقى للدوري الانجليزي، دوري المعاقين يا جدعان. الدوري ده دوري معاقين ودوري مريض، اقسم بالله وما حد فاهم له حاجه، اقسم بالله دوري عبيط وما حد فاهم له حاجه يا عم. ها، انت عندك تشيلسي الماتش اللي فات ماسكلك ارسنال غسلاها، مسكت لك ارسنال غسلتها الماتش اللي فات، وكانت هتطلع تكسب منهم لولا الطرد والحوارات اللي حصلت دي. خسروا 3-1 من ليدز يونايتد. عندك برايتون بعد ما كانت كسبانه لك استون فيلا وبتاع، الماتش خلص 4-3. امبارح مانشستر سيتي كسبانه 5-1، كان هيتعمل عليها رومونتادا وعدت بالستر وكسبوا 5-4 بالعافيه. ارسنال الحمد لله كسبت 2-0، ده العادي بتاعهم يعني، هم فريق جامد بصراحه ويستاهلوا الدوري الانجليزي السنه دي. كسبوا 2-0 باهداف ميكيل مورينو وبوكايو ساكا وعدوا. نيجي بقى للسوكسيه، لعريس الليله، ليفربول. غرفه ده بقى يا عم، تعبت ميت كلح، انت راجل كلح. قعدت صلاح، قعدت فيرس، مش عارف بتقعد مين دكه، بتقعد برادلي، قعدت الفرقه كلها دكه. انك تعرف تعمل حاجه ولا تعرف تطلع ان انت صح؟ لا مفيش. انت تقريبا كده رد للاداره، فالاداره بتحبك ومش هتمشيك، ما فيش حاجه غير كده، او ماسك عليهم زله ولا حاجه، ماسك عليهم قواضي رش ولا حاجه، فعشان كده هم مش عايزين يمشوك. قلت الماتش في الانفيلد قدام ساندرلاند فريق حلو قوي على فكره، وفريق قوي جدا، والواحد انا كنت متوقع ان ده اللي هيحصل، بس انا قلت في ماتش في الانفيلد، ويعني احنا بقالنا ماتشين اتعثرنا على الانفيلد وخسرنا، والفريق لسه طالع من مكسب الماتش اللي فات، وايزاك جاب جون وجاكبو جاب جون وعمل اسيست. هل الفرقه تشم نفسها شويه؟ وكنا طالعين بكلين شيت كمان، بقالنا كتير ما طلعناش بكلين شيت. قلنا الحمد لله كده الفرقه هتبدا تقف على رجليها شويه، والدنيا هتبدا تحلو. تقوم لابس له جون وتتعادل لي مش عارف في الدقيقه كام، وجون كمان ساندرلاند اللي جايبينه في نفسهم، يعني انت ولا حاجه، وحاطط لي محمد صلاح دكه. محمد صلاح طالع لي بشخصيه توليت هو كمان في على الدكه، وفاقد الشغف، ولا حد عايز يلعب ولا حد عايز ينايل حاجه، والفرقه بقت شكلها تقرف وتسد النفس. اقسم بالله انت عمال بتضيع مجهود لعيبه كتير في الهوا. لعيب زي سوبوسلاي عامل موسم عالمي يا جدعان، اقسم بالله من احسن لعيبه خط الوسط في العالم. الموسم كله واداؤه ده كله هيروح بسبب الخرا اللي انت فيه. فيرتس شغال حلو قوي على فكره، والواد بيلعب وبيروح وبيودي، كل مجهوده وكل اللي بيحصل ده هيروح بسبب الزفت اللي انت بتعمله. محدش بقى فاهم لك حاجه، محدش بقى فاهم انت دماغك فيها ايه، وهي يا رب انت تمشي، لان انا بقيت حاسس خلاص ان اللعيبه هي عايزاك تمشي. اللعيبه بتتعامل كده بالطريقه وما بتلعبش بالطريقه عشان هي عايزاك تمشي. فانت نهايتك قربت الصوت، ويا رب يا رب يا رب تدخل في 60 ده قريب عشان الواحد زهق. ودي كانت حلقتنا النهارده، ماتش ريال مدريد وليفربول، يا رب تكون عجبتكم. معلش بقى انا عارف احنا لسه في الاول كده، والجوده مش احسن حاجه والدنيا مش احسن حاجه، معلش، بس واحده واحده الدنيا هتتحسن. عجبتك الحلقه ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه. السلام عليكم.